السلام عليكم. بتمنى من ربنا عز وجل ان الفيديو ده يفيد كل الناس وان الناس كلها تسمعه. بجد انا بتمنى من ربنا ان الناس كلها تسمعه بدون استثناء. النهارده باذن الله هنتكلم عن ازاي بكره تبقى وحش في العربي. لو انت ما كنتش مذاكر كويس وخايف، باذن الله النهارده الفيديو ده هيطمنك قوي. ولو انت طالب كنت مذاكر، الفيديو ده هيساعدك قوي بكره. طيب النهارده يعني مش بتمنى منك بس انك تسمعني كويس وان انت تطبق اللي اقولك عليه، وباذن الله بكره تبقى مجبور خاطر. بكره هتطلع من الامتحان فرحان وهتبقى مبسوط، وباذن الله تبقى دي المرحله الاولى لباقي الامتحانات، ان انت تبقى مبسوط وقادر تكمل وتوصل لاحلامك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا الحمد لله نجحت، يعني عايزكم تباركولي. الحمد لله جبت تقدير امتياز، وبجد انا اول مره اجيب امتياز في يعني في السنه دي او في الكليه من ساعه ما دخلت. انا كنت دايما بجيب تقدير جيد جدا. الحمد لله جبت تقدير امتياز، وعايزكم بقى يعني تباركولي. بجد انا عايز اتكلم بس كلمه بسيطه. النجاح طعمه حلو قوي، ولما انت بتتعب قوي وربنا بجد ما بيجي يكرمك ويوصلك لحاجه انت كنت بتتمناها، تلاقي نفسك مبسوط قوي، تلاقي نفسك طاير مع الارض. والله العظيم النجاح طعمه حلو. فانتوا يا ريت تعملوا النهارده اللي عليكم قوي 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 عشان ربنا عز وجل يرضيكم وكلكم توصلوا لاحلامكم. اول حاجه عايزين نتكلم عليها العربي بكام درجه، وايه توزيع الاسئله، وايه عدد الاسئله، وايه اللي نبدا بيه وايه اللي ما نبداش بيه، وايه النصايح اللي انت عايز تقولها لنا. طيب وايه الفيديوهات اللي انت ممكن ترشحها لنا النهارده تفيدنا قوي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. اول حاجه عايزين نتكلم عليها هو العربي عليه كام درجه. العربي عليه 80 درجه. تمام. 80 درجه دول متقسمين ازاي؟ العربي عدد الأسئلة بتاعته 55 سؤال، متقسمين كالتالي: 55 سؤال، 51 سؤال اختياري، و4 مقالي. تمام. احنا عايزين نفهم يا احمد توزيع الدرجات ده عامل ازاي. اول حاجة عايزين نتكلم عليها وهي ان احنا عندنا القراءة عليها 21 درجة. متخيل ان القراءة عليها 21 درجة؟ القراءة عبارة عن جزء تحريري عليه 21 درجة. النصوص عليه 29 درجة، ولو جينا جمعنا القراءة مع النصوص هنلاقيهم 50 درجة. من 80 هيبقى 30 درجة. انت متخيل ان الجزء الاكبر بتاعك 50 درجة من بره منهجك، معتمد عليك انت، معتمد على تفكيرك انت في جوه الامتحان، معتمد على هدوءك، معتمد على تركيزك في القراءة وازاي تستخرج الاجابة الصح. ده كله دلوقتي هنتكلم عليه ازاي تعمله بكرة. طيب يبقى القراءة عليها 21 درجة، النصوص عليها 29 درجة، بمجموع 50 درجة هيبقى 30 درجة. 22 منهم للنحو و8 للتعبير. تعالى بقى نتكلم في كل ايه جزئية، او كل جزء ازاي نكون بكرة قادرين ان احنا نتعامل معاه كويس، ونقدر ان احنا نستغل كل حاجة ونقفله. اول حاجة انا عايز اركز عليها هي القراءة. انت عندك قراءتين متحررين، القراءتين وعندك برضو نصين متحررين. القراءة والنصوص هو جزء، تمام، جزء تحريري. يعني جزء تحريري انت ما خدتهمش قبل كده، بس انت لازم تبقى عارف ازاي تتعامل مع القراءة، ازاي تعرف تحل قراءة، ازاي تقدر تستخرج الاجابات الصح، لان في اسئلة تبقى فيها كذا اجابة صح وانت هتستخرج الاصح. ازاي تتعامل بهدوء مع وقت القراءة، لان فالقراءة كفيلة ان هي تسرق وقتك كله لو انت مركزتش ازاي تحلها كويس وازاي تركز فيها. طيب عايزين يا احمد نفهم ازاي نحل القراءة كويس، او ازاي نحل القراءة بسرعة وفي نفس الوقت بدرجة عالية من الكفاءة، يعني احنا ما نغلطش فيها. اول حاجة تركز عليها لما تلاقي القراءة قدامك، ما تروحش تقرا القراءة على طول وتسيب الاسئلة، لا، انزل اقرا الاسئلة عشان تفهم القراءة دي بتتكلم عن ايه من خلال الاسئلة، تفهم المضمون، تفهم ان الفقرة الاولى فيها سؤالين، الفقرة الثالثة انت محتاج تركز لان فيها 3 اسئلة، محتاج تركز على الفقرة الرابعة لان هيجي يقولك ايه علاقتها بالفقرة الثالثة، وهكذا. طيب انت هتعمل ايه؟ اول حاجة هتنزل على كل سؤال تقراه كويس. السؤال الاول مثلا بيقول ايه مضمون الفقرة الاولى، كده انت فهمت ان في سؤال عايز تعرف ايه مضمون الفقرة الاولى. فانت لما تيجي تقرأ الفقرة الاولى عايز تقراها كويس عشان تفهم هي بتتكلم عن ايه عشان تختارها كويس. طيب السؤال الثاني هيقول لك مثلا ايه علاقة الفقرة الاولى بالفقرة الثانية، او ايه معنى الكلمة الموجودة في الفقرة الثانية دي، او الى ما تشير. فانت محتاج تركز ان الفقره الثانيه فيها كلمه، فانت لما تيجي تقرا الفقره الثانيه تركز ان فيها كلمه معينه، مثلا الكلمه دي لازم تفهم ايه معناها وسط الكلام، مش ايه معناها انت عارف معناها ايه، لا، اوعى تغلط الغلطه دي. لما تلاقي
القراءه هتجيلك، انت ممكن يجي يقول لك ايه معنى الكلمه دي، فانت فاهم مثلا ان معناها مثلا يحب، مثلا معناها يهوى، فانت تختار يهوى. لا، فانت تفهم الكلمه دي وسط الكلام او وسط الفقره دي معناها ايه، وسط السياق معناها ايه، فتختارها على اساس السياق بتاعها، ما تختارهاش على اساس المعنى اللي انت عارفه. تمام. فانت محتاج تقرا الاسئله كويس، ومن خلال الاسئله بقى تروح تفهم. يعني مثلا انا لقيت مثلا انا عندي مثلا 7 اسئله، مثلا 7 اسئله دول فيهم 3 اسئله في الفقره الاولى، وفي سؤالين في الفقره الثالثه، وفي سؤال في الفقره الثانيه، وفي سؤال علاقه بين الفقره الثالثه والرابعه. فهمت؟ فانا اعمل ايه؟ هكتب 3 في الفقره الاولى، 4 في الفقره الثانيه، مش عارف 2، وهكذا. اروح للفقره الاولى، اجيب الاسئله بتاعتها، اقرا الاسئله، اقرا الفقره، احل الاسئله بس. ولا وجعت دماغي، ولا محتاج اقرا الفقره 500 مره، ولا القراءه كلها 60 مره. لا، انت بتحافظ على وقتك وبتحل بكفاءه عاليه. تمام. القراءه لازم تبقى فيها هادي، لازم تبقى فيها انت مش خايف، مش مستعجل. ما تستعجلش في القراءه، حاول تقرا زي ما قلت لك، واهدى خالص، وحاول تفهم كل كلمه في الفقره بتتكلم عن ايه، لان الفقره دي كل سنه فيها كلمه او فيها سؤال بيلخفن كل طلاب الثانويه العامه. السؤال لو انت مركزتش فيه هتنقص قوي. انا جبت 70 من 80 في العربي، اقسم بالله القراءه دي في سؤال كلنا كنا متلخفنين فيه، مش عارفين الاجابه الصح ايه، كان جايب معنى كلمه والاربعه صح. الفكره بقى ايه اللي هيحدد الاجابه الصح؟ هو السياق. تمام. يبقى القراءه لازم نركز عليها. القراءه عليها كام درجه؟ 21 درجه. 21 درجه من خارج منهجك، ركز على القراءه قوي. تمام. بعد كده نخش على النصوص. برضو النصوص كالاتي: النصوص تقرا الاسئله الاول، وبعد كده تتجه للنص، تركز ان النص تكون فاهم معناه. حتى لو في بيت مش فاهم معناه، تحاول تتماشى مع البيت ده، تحاول تتوقع انت المعنى بتاعه من خلال السياق بتاع البيت، من خلال السياق بتاع النصوص، يعني ايه النص كله. فانت حاول تتماشى زي ايه، قول مثلا ايه، جايب لك نص انت مش عارفه، حاول تهدى، تشوف البيت اللي قبله بيتكلم عن ايه والبيت اللي بعده بيتكلم عن ايه، وتحاول بقى تمشي على اساس النص ده، ان انت تتوقع هو بيتكلم عن ايه. وهتلاقي في كلمه، حتى لو انت النص البيت كله انت مش فاهمه، البيت ده هتلاقي مثلا في كلمه هتفهمك معنى البيت، في كلمه هي اللي هتفهمك البيت كله بيتكلم عن ايه، تفهمك في كلمات كده مفتاحيه بتفهمك النص كله بيتكلم عن ايه. انت يا ريت تتجه ان انت تفهم الاسئله كويس، وبعد كده تروح تحل. طيب النحو عليه 22 درجه. لو انت مش فاهم القواعد كويس بتاع النحو، الاسئله بتاعت النحو باذن الله معظمها هيجي مباشر. لو هيجي مثلا سؤال لف يعتمد الفرق بين الطالب اللي كده واللي كده، يبقى سؤال واحد ولا سؤالين مش هيجوا صعبين برضه، هيجوا معتمدين على فهمك للقواعد، وتقدر التفرقه تفرق بين قاعده، يعني مثلا التمييز والحال، التفرقه بين التمييز والحال مثلا مش عارف ايه، فانت تعرف تفرق، فاهمني؟ تبقى عارف تفرق بين قاعده وقاعده، المتشابهات بين قاعده وقاعده، ده بس اللي هيجي في النحو. طيب النحو محتاج هدوء، محتاج ما تتسرعش في النحو، محتاج تكون هادي. التعبير تحاول تركز في قراءة التعبير كويس. التعبير ده انا سؤال غلطت فيه، لان هو كان جايب سؤال عليه 5 اختيارات، تختار اجابتين صح. تمام. او سؤال كان بدرجتين، تختار واحدة من 5 صح، وكان فيه الف صح ودال صح، هتتلخبط. فانت حاول تقرا تعبير كويس، تقرا الفقره اللي جايبها لك كويس، وعلى اساس الفقره دي تقدر تختار الاجابه الصح. ما تختارش اجابه تبقى تقول انت لا انا القارئ، لا هي الاجابه دي بالنسبه لي هي الاصح. لا، تشوف الفقره بتتكلم عن ايه، وعلى اساس الفقره دي تروح تختار الصح. طيب العربي محتاج هدوء. ليه العربي محتاج هدوء؟ لان هي دي المرحله الاولى، المرحله اللي هتبني من خلالها الثقه انك تكمل في الامتحانات اللي بعد كده. العربي لو انت استعجلت فيه هتطلع بره الامتحان تقول يا ريتني كنت ما استعجلتش، يا ريتني كنت ركزت اكتر. العربي عليه 80 درجه، والعربي في ناس كتير قوي بتستهون بيه، ما تستهونش بيه. العربي اسئلته بتيجي كويسه، بس اسئلته بتيجي معتمده ان هي تسرق وقتك، فانت حاول ان انت ما تضيعش الوقت، حاول تركز ان انت تكون منتبه لكل كلمة بتتقال. كل كلمة بتتقال في النص مش بتتقال عبثا، كل كلمة بتتقال في القراءة مش بتتقال عبثا، كل كلمة بتتقال القارئ او الكاتب الامتحان ده جايبها عشان هيسألك فيها يا غبي. ما تركز ان انت ما تعديش اي فتفوتة غير وانت فاهمها. طيب ما تبصش مع حد جنبك. تمام. ممكن تبص حد جنبك يبقى حل غلط، انت كمان تحل غلط. ما تغشش،
ما تغشش، انت كده كده نتيجتك مكتوبه، كده كده نتيجتك هتجيبها يا اما بالحلال يا اما بالحرام، بس انت اللي هتختار. ما تغشش، قول يا رب انا سايب امري ليك، قول يا رب انا تعبت وانا مستني ان انت يا رب تكرمني، قول يا رب انا اهلي محتاجين يفرحوا فانا مستني انت تفرحهم. دي نقطه محتاجين نتكلم فيها. في نقطه كمان، ابدا يا احمد بكره بالقراءه ولا ابدا بالنصوص ولا ابدا بالنحو؟ بص، انت اكيد حليت امتحانات، شوف الجزء اللي انت كنت بتبدا فيه الاول وكنت بتخلص بسرعه وبتخلص وانت حاسس ان انت واثق فيه، ابدا فيه. يعني مثلا كنت ببدا بالقراءه وحاسس ان انا ببقى مرتاح وانا ببدا بالقراءه، ابدا بالقراءه. تبقى مرتاح تبقى واخد ثقه وانت بتبدا بالنحو، ابدا بالنحو. تبقى مرتاح وانت هتبدا بالتعبير، ابدا بالتعبير. فانت اللي انت حابه ابدا بيه، اللي انت لو من خلال ده هتعرف ايه تخلص كويس وتحاول تراجع في الاخر كويس، لان انت يبقى معاك وقت. بكره الهدوء هو الشيء المفصلي، الشيء اللي هيفصل بكره من طالب وطالب. لو طالب ذاكر من اول السنه وكان بكره متوتر ممكن يضيع الدنيا. لو طالب تاني كان ما كانش بيذاكر كويس من اول السنه وجي لم نفسه، بس لا هو في الامتحان كان قاعد جبله وقاعد مركز مع كل سؤال، اقسم بالله ده اللي هيجيب درجه. فانت حاول بكره مش الفكره، لان انت بكره مش الفكره انت ذاكرت قد ايه، الفكره بكره انت تبقى هادي قد ايه، بكره تبقى صابر قد ايه. بكره لو في سؤال قدامك ما عرفتش تحله عديه وارجع له تاني، ما تقولش يا لهوتي انا ما عرفتش احل السؤال ده، يا لهوتي انا ما عرفتش احل السؤال ده، يا لهوتي انا ما عرفتش احل السؤال ده. حاول بكره تبقى هادي. انا جايب لك فيديوهات دلوقتي على الشاشه قدامك ازاي بكره تبقى تقدر تتعامل مع النصوص، ازاي بكره تقدر تتعامل مع القراءه، ازاي بكره تقدر تتعامل مع النحو، وكمان وقتها صغير قوي، هي مش هتاخد كلها على بعضها ساعتين. بكره يا ريت تبقى هادي، بكره يا ريت تعمل اللي عليك، بكره يا ريت تفتكر ان في اهل نفسهم يفرحوا بيك، بكره يا ريت تفتكر ان انت باقي لك سنه طالع ميتينك عشان بكره. معلش في اللفظ بس انت خلاص انت كفرت. انا عارف السنه دي فيها كميه تعب قد ايه، فانت يا ريت ما تضيعش التعب ده كله. انت يا ريت بكره تكون هادي ومركز، يا ريت بكره تبقى نفسيتك كويسه، يا ريت بكره تقول لربنا يا رب انا تعبان، يا ريت يا رب توصلني لحلمي. والله العظيم يوم ما هتوصل لحلمك هتبقى مبسوط قوي وكل التعب ده هتنساه. انا والله العظيم بكلمك من قلبي قوي، لان انا عشت التجربه دي قبلك، ومش عايز اي حاجه ولا لايكات ولا اي حاجه، انا عايز بس بكره تبقى كويس. والله العظيم مش بكلمك عشان مالتش ولا اي حاجه، والله العظيم انا نفسي بكره كلكم تطلعوا مبسوطين، وباذن الله بكره كلكم هتطلعوا مبسوطين. مجرد اللايكات دي والله العظيم بس عشان الفيديو ينتشر وناس كتيره بس يوصل لها الفيديو. انا بتمنى لك كل خير، وباذن الله بكره تطلع مبسوط، وباذن الله بكره تطلع فرحان. يا ريت تبقى نفسيتك كويسه عشان تقدر تحل، نفسيتك هتفرق معاك، ثقتك بربنا هتفرق معاك قوي. يا ريت تقعد النهارده تذاكر وتقول يا رب قويني، يا رب ساعدني، يا رب اكرمني، وباذن الله ربنا هيكرمك. ولا تيأسوا من رحمه الله. تمام. انا بتمنى انكم بكره تكونوا مبسوطين، ويا ريت يا ريت بعد ما تحلوا الامتحان تيجوا تطمنوني في الفيديو، يا ريت والنبي يا ريت، باذن الله بكره تبقوا مبسوطين. او بتمنى من ربنا ان الفيديو ده يكون قادر ان هو يساعدكم. بس ما تنسوش تدعوا على برحمه المغفره. وباذن الله بكره تبقوا موفقين، وباذن الله بكره تبقوا يعني سعداء بعد الامتحان. مع السلامه.